السكوت في البيت ده معناه ان خلاص القلب اتقفل، بطلنا نحس. يعني انت تقصدي برضو في كلامك ان ما يكونش صريح مع زوجته بنسبة 100%. كنا بنحكي لبعض كل حاجة، كنا صحاب جدا. دلوقتي احنا عايشين في بيت واحد بس كل واحد في عالم لوحده. لو جدا بصيت هتتعب. نفسي نبطل نقارن كواليس حياتنا بمسرح حياة غيرنا. يعني ليه الراجل ممكن يحس ان مراته ناقصه؟ ولا تمدن عينيك. النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى كان الله عليه وسلم. اكثر الرجال رومانسية. في فرق بين الصراحه والوقاحه. هيحصل بينا مشاكل جامده. طب ما انت لو ما حلتش مشاكل بيتك هتدفع فلوس قد كده في الطلاق، ما انت فاكر هنسمع كلنا دلوقتي مع بعض فويس جالنا على الانستجرام في المسجات. الفويس ده خلانا نعمل حلقه مخصوص. تعالوا نسمع مع بعض وبعد كده نشوف الاسئله اللي احنا جهزناها للحلقه النهارده. مساء الخير يا جماعة، أنا ببعت الفويس دي وأنا مش عارفة أقول إيه بصراحة. أنا متجوزة بقالي 4 سنين وعن حب. كنا بنحكي لبعض كل حاجة، كنا صحاب جدا. دلوقتي احنا عايشين في بيت واحد بس كل واحد في عالم لوحده. هو بيجي من الشغل يمسك الموبايل لحد ما ينام، وأنا بكلم نفسي طول اليوم. المشكلة إنه مش بيعمل حاجة غلط، هو طيب وكريم جدا، بس أنا حاسة بوحدة مخيفة. حاسة إني متجوزة حيطة بجد. هو الحب بيموت كده برود ولا أنا اللي ببالغ؟ أنا خايفة أكمل حياتي كلها وأنا حاسة إني لوحدي وهو قاعد جنبي. وبسبب الفويس ده عملنا حلقه كامله اسمها اسرار البيوت المستوره. جهزت لكم شويه اسئله وشيماء برضو جهزت شويه اسئله ان شاء الله النهارده هنقولها مع بعض. هيكون الموضوع مناسب لكل الناس، للفئه المتزوجه واللي مش متزوجه، وان شاء الله تكون حلقه نفع ليكم كلكم باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. عارفه يا شيماء ايه اكتر حاجه بتخوفني في الجواز؟ ايه؟ السكوت. بصراحه لما العلاقه بتسكت، لما نبطل نتخانق، نبطل نتعاتب. هو فعلا السكوت علامه الرضا، ده بسمعها عند المأذون يعني. ولكن في العموم السكوت في البيت مش علامه الرضا. السكوت في البيت ده معناه ان خلاص القلب اتقفل. بطلنا نحس ان بطلنا خلاص، نحس ان احنا بنحب بعض، ان احنا بطلنا مش نحس في عايزين امل بعض. في العلاقه دي اصلا يعني. فعلا فعلا. فالنهارده هنفتح القلوب المقفوله وهنقول اسئله كتير بيقولها كل راجل وكل ست قبل ما يناموا وبيسالوها لنفسهم. هشوف بقى اول سؤال جاي لنا هساله لك. يلا بس ثانيه واحده، للعلم يا جماعه الحلقه دي ملهاش اي علاقه بحياتنا الشخصيه تماما. حياتنا الشخصيه بعيد تماما عن الحلقه دي، واحنا الحلقه دي مجرد توعيه بنقدمها للناس، وان شاء الله الكل يستفاد. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحلقات بتاعتنا. وما تنسوش تتابعونا على جميع المنصات. يلا ابتدي. ماشي. ساعات الستات بتقول ده كان بيجيب لي نجوم السما في الخطوبه، دلوقتي حتى كوبايه الميه مش بيناولها لي. انت شايف ان الرجاله بتمثل في الخطوبه؟ لا بصراحه وجهه نظري انا، الراجل مش بيمثل. وعلى فكره الكلام اللي هقوله لك ده ينطبق على كل الرجاله. مفيش راجل في الخطوبه بيمثل، هو بيكون زي بيبقى واخد دور الصياد وشايفها فريسه، فبيبذل كل ما عنده من طاقه وجهد علشان يحصل على الفريسه دي. فمجرد ما بيتزوج بيحس ان هو انتصر. ارتاح يعني. ارتاح، انا انتصرت فانا ارتحت. فمن هنا بيبتدي ان هو مش بيبطل الحاجات اللي بيعملها، لكن خلاص بيسكن بقى. هو خلاص بالنسبه له وصلت اللي انا عايزه. بالظبط. هديكي هحاول مثال. ليه يعني؟ هديكي مثال تمام. يعني مثلا دراعك، رجلك، ايدك، اي عضو من دول انت مش بتبقي حاسه بقيمته ولا تبقي حاسه بيه، لان هو موجود معاكي وموجود فيكي. لكن مجرد ما تحسي انك هتفقدي دراعك هتفضلي تعيطي وتبكي وتحسي ان هو حاجه غاليه قوي عليكي. عمرك ما تحسي ان دراعك ده يساوي ملايين او مليارات، او رجلك تحسي ان هي تساوي الرقم ده، لان هم اصلا معاكي. فعمرك ما هتحسي خالص ان هي فعلا ليها ثمن غير لما تفقديها. هو فعلا كده، لمجرد ما بيسكن بيحصل حاجه اسمها الاعتياد. بيحصل اعتياد فعلا، ما بيقدمش زي ما كان بيقدم في الخطوبه. فالست بقى بتبدا تشوف ان هو كان بيمثل بالظبط، وان دي حاجات كان بيعملها بس في الاول، بس هو ده مش حقيقته لكن يعني. انا وجهه نظري برضو يعني، انا اللي انا بقوله لك هو ده حجه الراجل، لكن ده مش صح. زي الصياد كده بالظبط. لا، بيفضل يحط طعم كتير وبعد كده بيصطاد السمكه بياكلها عادي. بالظبط. لكن على فكره ده صح، لكن انا من وجهه نظري بقى لو هنيجي بقى للمنظور الديني، بصراحه النبي صلى الله عليه وسلم هو كان اكثر الرجال رومانسيه. هو اللي علمنا الرومانسيه، هو اللي علمنا ازاي نتعامل مع زوجاتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني في السنين كلها اللي قعد فيها متزوج مع جميع زوجاته عمره ما تجاهل واحده فيهم ولا يوم طلع غير التاني. يعني مثلا هل لما كان متجوزها اول يوم كان زي اخر يوم او زي اخر فتره؟ هو كان رومانسي في كل سنين كل سنين زواجه بصراحه. فاحنا لنا في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتسابق مع ستنا عائشه دايما، وكان لما هي بتكسبه او هو بيكسبها كان يقول هذه بتلك، يعني كان يقول لها واحده بواحده. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو اكثر رجال رومانسيه، فاحنا نتعلم منه.
ويعني النصيحه برضو للشباب، لو انت في فتره الخطوبه شايف ان انت مش هتقدر تقدم اللي انت بتقدمه في الخطوبه ده بعد الزواج، يبقى قدم اللي تقدر عليه، عشان ده اللي انت هي هتسأل عنه. والله انا بشوف ان الرومانسيه والاهتمام دي حاجات بنتعلمها، يعني مالهاش علاقه بالجينات، يعني هو حاجه الواحد اما يلاقي نفسه هيتجوز يتعلم بقى يبقى رومانسي. وبرضه الست عليها عامل كبير بصراحه طبعا يعني. هنتكلم دلوقتي على الراجل. ماشي خلاص، هسألك انا بقى سؤال. ماشي، تمام. اتفضل. في حد بعت لي في المسجات بيقول لي انا بكون صريح مع مراتي، دايما بتقول عليا نكدي، مش المفروض الصراحه راحه ولا ايه؟ هو الصراحه راحه وكل حاجه، بس في فرق بين الصراحه والوقاحه. يعني احنا دايما محتاجين الصراحه المغلفه بالرحمه، اللي هو يعني بتصارحني بس بطريقه لينه يعني. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما بعت سيدنا موسى وسيدنا هارون لفرعون، وفرعون ده كان اطغى اهل الارض، فربنا قال لهم ايه؟ فقولا له قولا لينا. يعني رغم ان هو اطغى اهل الارض وكان بيقول انا ربكم الاعلى، ربنا قال لهم فقولا له قولا لينا، يكلموه بالراحه. تيجي بقى انت مع زوجتك اللي هي شريكه حياتك تنصحها وتصارحها بطريقه اصلا عنيفه جدا، يبقى احنا مش محتاجين الصراحه دي. يبقى لازم الصراحه في الوقت ده تكون مزعجه، ولازم الصراحه تكون متعبه. فاحنا محتاجين القول اللين، محتاجين الصراحه المغلفه بالرحمه. يعني انت تقصدي برضو في كلامك ان ما يكونش صريح مع زوجته بنسبه 100%؟ لا، يكون صريح جدا بس بطريقه حلوه. يعني لو في حاجه هتضايقها ما يقولهاش؟ لا، يقولها طبعا. اي حاجه هتضايقهم من بعض لازم يقولها، لان الوضوح في العلاقات بيريح كتير. ولكن في فرق بين الطريقه، بدل ما اقول لها يعني مثلا انت بقيتيش تعملي اكل وحياتك بقت صعبه، طيب ممكن اقول لها نفترض انا ان هو نفسي في تعرض اكل. لموقف مثلا ان واحده كلمته وهو حس بالذنب وعايز يقول لها وقال لها وده يروح يعمل يقول لها مشكله، بطريقه كويسه. يعني هل يقول لها انت مع ان هو يقول لها؟ المؤمن كيس فاطن. لو لا. هو يروح يقول لها صراحه، يعني لو هو كلمها وحس بذنب بس وتم الذنب وما خلاص ما اتقفش، اه فلا خلاص، هو ربنا ستره يعني هيفضح نفسه. هو ده اللي بنقوله، يعني الصراحه ما توصلش للفضيحه يعني. لا هو ربنا ستره، ما يروحش هو يفضح نفسه بقى ويزعل بالظبط. ان هي زعلانه يعني. دي اهم حاجه. واحده بعتها بتقول المقارنات، ليه بنبص بره؟ ليه الراجل او الست ممكن عينه تزوغ، يعني سواء الراجل او الست، على حياه غيره؟ يعني ليه الراجل ممكن يحس ان مراته ناقصه؟ نفسي نبطل نقارن كواليس حياتنا بمسرح حياه غيرنا، بصراحه دي حاجه انا نفسي نبطلها. السوشيال ميديا خلتنا نشوف احسن لقطه عند غيرنا. يعني ربنا قال لك ولا تمدن عينيك. يعني ايه؟ يعني ما تبصش على حياه غيرك وتقتدي بيها، لان انت ربنا مديك رزقك ومديك حياتك ومديك زوجتك ومديك كل حاجه كفايه عليك. لو انت بصيت هتتعب، لو بصيت هتتعب، ده غصب عنك. فانت ما ينفعش تبص بره او تقارن نفسك بحياه حد، لان بيوت الناس معظمها فيها مشاكل، بس مشاكل مختلفه عن مشاكلك. وطبيعي لازم يكون في خلافات بينك وبين زوجتك، لان انت عقليتك مختلفه تماما عن عقليتها، مستحيل تكونوا انتوا الاثنين شبه بعض، فده لازم يعمل خلافات. فمش معنى كده ان هي وحشه، ومش معنى كده ان انت وحش. فاحنا ما نبصش بره ونقارن حياتنا بحياه حد. فده رأيي يعني، ونبطل نركز في السوشيال ميديا واحسن لقطه بتحصل قدامنا ونقارن حياتنا بيها. هما بيبصوا لبعض اللي هو لا شايف فلان بيعمل معاها ايه، شايفه هي بتعمل مع جوزها ايه، ما بيشوفوا احسن لقطه فعلا. فاحنا نصيحه يعني محدش يبص على حياه حد، لان مفيش حد فعلا بيصور خيبته. ولا تمدن عينيك. في حد بعت لي في الرسائل السؤال ده بصراحه مهم جدا للناس كلها: هل لازم نكون توأم عشان نتفاهم؟ هل الاختلاف بيننا انا عصبي وانت هاديه، انا بحب الخروج وانت بيتوتيه، ده عيب فينا؟ لا والله، انا شايفه ان الاختلاف ده مش لازم احنا نكون شبه بعض، لان احنا لو زي بعض في كل حاجه هنزهق. زي ما واحد محتاج يغير. وربنا خلقنا مختلفين عن بعض عشان نكمل بعض، مش عشان بقى نزهق من بعض ونمل من بعض يبقى في بينا مشاكل. مستحيل تلاقي حد شبهك اصلا. ربنا سبحانه وتعالى برضو خلق الليل والنهار وهم مختلفين تماما، وسبحان الله من غير الليل ومن غير النهار احنا حياتنا اصلا مش هتستقيم. فعلا حياتنا مش هتستقيم من غير الليل والنهار. فانا دايما شايفه ان الفكره مش في التشابه، الاختلاف ده مش بيبعدنا عن بعض، بالعكس هو بنسعى دايما للكمال بالاختلاف. بالزبط. مش بيخلينا ننفر من بعض. وطبعا لما تكون انت مختلفه في شيء وانا مختلف في شيء بنكمل بعض. ايوه طبعا، انا عندي حاجه مش عندك وانت عندك حاجه مش عندي. عندي. انا وانت لو شبه بعض في كل حاجه هنزهق. بالظبط، هنزهق بجد، مش هنبقى لا شويه نبقى بيتوتيين وشويه انا عندي راي، معلش، انا عندي راي ان احنا لازم نكون شبه بعض في حاجات معينه. ممكن شبه بعض في المبادئ والفكر، لكن مبادئ شبه والفكر. بعض في الخصال. انا لو مش شبه اللي انا شريكه حياتي في المبادئ والفكر هيحصل بينا مشاكل جامده. ايوه، يعني انا مثلا صراحة. ما كنتش بحب مثلا الراجل مثلا المثقف
تمام، واروح اتجوز واحد يعني ما بيفهمش حاجه. بالظبط. لا، لازم نكون شبه بعض في الفكر. يعني عشان يفهموا معنى الاختلاف. ولكن انا الاختلاف بتكلم بقى في الشخصيه. الحاجات المزاجيه، مم. يعني انت بتحب الخروج، انا بحب البيت. فعلا. انت بتحب الاكل السبايسي، انا بحب الاكل العادي. فده مش ده اختلاف مطلوب. بالظبط. انا عشان برضو ايه نوضح للناس ان مش عشان اكون كويسه اتجوز واحد مختلف عني، لا، انا اي حد في الدنيا هتتجوزيه هيكون مختلف عنك، بس المبادئ والفكر مهمه جدا ان هي تكون واقرب شبهك. مثال هو الليل والنهار يا جماعه، يعني مم. ربنا خلق الليل والنهار مختلفين تماما، بس سبحان الله الليل لازم يحتوي النهار فعلا. عشان الحياه تكتمل يعني. واحنا مم. حياتنا مش هتستقم من غير ليل ولا نهار. مش لو هتست- قعدنا بواحد بس مم. حياتنا مش هتستقم خالص. السؤال بقى بيجي لي كتير يا عمار بصراحه، احنا محتاجين رد دقيق على السؤال ده. انا واحده جاهز بتقول لي للرد. اعمل ايه لو شريكي مش بيسمعني؟ سؤال بيجي لي كتير، وبكلمه وهو ماسك الموبايل وبحكي له، بيقول لي ها اختصري يلا. خلصينا كملي السؤال. بس خلاص. والله انت بتقولي اختصري. لا بصراحه ده مرض العصر احنا يعني. محتاجين رد بالجمهور. لا والله انا وجهة نظري ده مرض العصر، يعني هتلاقي معظم الرجاله عندهم المرض ده، اللي هو اي زوجته وهي بتتكلم اختصري انجزي، انا مش قادر، لان هو للاسف بيكون برضو نعذره، هو بيكون مضغوط شويه، وبيكون يعني هو انا هتكلم في الاعذار، لو هو مضغوط او جاي من الشغل او كده بيكون محتاج ان هو لا، يتكلم. هي بتتكلم ان هو ده عاداته، يعني هي من ساعه ما اتجوزته وهو ده طبعه، ان هو دايما ماسك الموبايل ما بيسمعهاش، ودايما بتيجي تكلمه طب خلاص اختصر، ما بيديهاش اهتمام يعني الكلام عنه. ما هو انا نصيحتي للراجل، انا مش عايز اقول كلام تاني بصراحه، بس انا نصيحتي للراجل ان هو ما يعملش ده، لان لو عمل ده هيخلي زوجته تهرب منه وهتروح لحد مش طبعا مش لراجل تاني، بس هتبتدي تطلع اثار بيتك بره للاسف يعني. هيفيد بيها يعني. هيفيد بيها، هتكلم بقى امها، هتكلم اختها، هتكلم ستها، هتكلم اي حد هيقابلها في طريقها، تقعد بقى تشتكي له، مش هتشتكي اسمعوا له، يا رجاله، هتبتدي تحكي بقى كل اللي عندها، ده انا عملت، ده انا سويت، هتدور على حد يسمعها يعني، حتى لو كلام ملوش لازمه. فده دي نصيحتي حقيقة. يعني، نصيحتي للراجل ما تسيبش زوجتك تتكلم بره، اسمعها حتى لو انت مش مركز، يعني انت تمام، قولي اللي عندك، اسمع، هي مجرد ما بتتكلم بتحس ان هي ارتاحت، هي مجرد ما بتتكلم هي مش عايزه حاجه تانية، مش عايزه منك حل. يعني مثلا نستمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اقرب مثال لينا، لاننا واخدينه قدوه في حياتنا في كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يسمع ستنا عائشه بالساعات، كانت بتقعد تحكي له قصه ابو زرع وام زرع، وكانت القصه فيها حاجات نسائيه كتير، بس كان بيسمع وكان منصت ليها جدا. فيعني احنا بنمتثل بالنبي، فلما زوجتك تيجي تتكلم معاك، يعني انا نصيحتي بصراحه اسمعها حتى لو مش ما عندكش رد او ما عندكش اجابه، اسمعها حتى لو انت مش مركز، بس اسمعها، ما تقفقفش، ما تقولهاش اختصري، ما تقولهاش مش فاضي، لا اسمعها وركز. لا حتى لو مش هتركز بس اسمع مني. هو ايه ده؟ بس اسمع، اهم حاجه تسمع، لو سالتك تبقى حافظ اخر كلام. ده اللي انت بتعمله. تمام، تبقى حافظ اخر الكلام، قول لها انت كنت بتقولي كذا وكذا وكذا، بس ما تحسسهاش انها بتتكلم في الهوا، ولو قدرت تكون منصت ليها بقى ومعاها وجنبها تبقى راجل جامد جدا بصراحه. بدأنا فقرة تانية باسم المشاعر المستخبية. هي ليه كلمة آسف بتكون تقيلة على اللسان، ومعظم الوقت بنحس إن هي تقليل مننا، يعني تقليل من كنا كشخص يعني. فهسألك سؤال يا عمار جاي لنا برضو، انا جاهز. ممكن ترد عليه. انا جاهز. ليه معظمنا في الزواج يعني بيحس إن الاعتذار ده هزيمة؟ لا هو الموضوع ده موجود عند الرجاله بصراحه. معظم الرجاله بيبقى متصور انا غلطان مش غلطان، انا ما اروحش اعتذر لمراتي في المطلق كده، ما اروحش اعتذر للست، انا غلطان مش غلطان، هي تيجي تعتذر لي وبعد كده بقى اعتذر لها، بس هي اللي تبادر. وده بيكون كبر، والكبر ده من الشيطان يعني، ده اول. ما اعتقدش ان ده من القوامه يعني. واحد بيسأل بيقول ازاي يمنع اهلي ان هم يتدخلوا في بيتي واقول لهم ستوب، دي حياتي الخاصه، من غير ما اكون عاق ليهم. تعرفي ان ده بيكون اكبر سبب لخراب البيوت والمشاكل. دي حقيقه. تعرفي ان البنت لما بتروح تشتكي لاهلها بتخلي اهلها يبقى عندهم ضغينه من زوجها، من غير ما هي تحس، هي مفكره ان هي بتفضفض. ولما الراجل بيروح يحكي لاهله برضه بيخلي اهله عندهم ضغينه من زوجته من غير ما يحس، وللاسف بيحصل كره، فبيحصل مشاكل، فبيحصل انفصال. هو تدخل الاهل بصراحه بيدمر اي علاقه. فانا رايي مهما كانوا كويسين على فكره، مش شرط ان هم يكونوا وحشين، لو هم ملاك
بصراحه. انا رايي الشخصي وشايف ان هو ينفع ناس كتير جدا او ينفع الناس كلها، وانا جربته وشايفه ان هو تمام. لو ايا كانت الخلافات بينك وبين زوجتك ايا كان مداها واصله لفين، وحاسس ان خلاص حصل سد ما بيننا، مش المشاكل مش هتتحل، هي عايزه تطلع منتصره وانت عايز تطلع منتصر، والموضوع كبير ملوش حل، تعمل ايه بقى؟ انت الراجل بقى، انت القوام، تمسك العقل كده وتروح واخدها من ايديها وتروح استشاري اسري، تحجزوا جلسه، هتقعدوا معاه، هي هتحكي، تقعد مره تحكي وانت هتقعد مره تحكي، وبعد كده هتقعد معاكم او هيقعد معاكم انتوا الاثنين، وبعد كده يبتدي يتكلم معاكم ويوجهكم للصح ويحط لكم كل حاجه قدام عينيكم، وصدقني هتشوفوا حاجات انتوا عمركم ما كنتوا هتشوفوها ولا واخدين بالكم منها، وهتفهموا وهتعرفوا حاجات عمركم ما كنتوا هم ما هتعرفوها. عندهمش القدره يروحوا استشاري اسري او ما يعرفوش حد أو في استشاري اسري اونلاين رخيص مش جدا. عارفين يروحوا، يعملوا ايه بقى؟ ما عندهمش الامكانيه، الثقافه يعني. يشوفوا راجل حكيم موجود في العيله عندي، عند الزوج او عند الزوجه، راجل حكيم وكبير وعاقل وناضج وفعلا اهل للنصح واهل او النصيحه، يقعدوا هما الاثنين ويتفاهموا، وده شايفاه اقرب حل. لا ممكن في اتنين، ما بقول لك وصل بينهم مرحله ان هم مش ياخدوا هيتفاهموا، هدنه يرتاحوا، في وبعد كده اتنين يبدأ. بيبقى موضوع شايط، احنا ضرب بس نار. انا شايفه مهما حصل ان هو ما ينفعش يدخل اهله، وان دايما بس يديهم حلول، انا تمام مع اديهم مراتي. حلول، انا مش هدخل اهلي، لازم يبقى في حل. انا دلوقتي بحكي لاهلي لان اهلي هم الحل، هيحلوا لي على الاقل، هيتكلموا معايا تمام. هو بقى انت دلوقتي قلت له ما تدخلش اهلك، ايه الحل؟ هتقول لي استشاري اسري، هقول لك معيش فلوس. طب انا معايا فلوس اقعد على القهوه، ومعايا فلوس اجيب مثلا لا قدر الله مثلا بشرب سجاير، اجيب سجاير، معايا فلوس احنا ما اخرج، مش معايا فلوس احل مشاكل بيتي. الناس بيتي. بتشرب سجاير، احنا بنتكلم فيها محترم. تمام، يعني مثلا معايا فلوس اخرج، معايا فلوس اقعد مع اصحابي، معايا فلوس اقعد على القهوه، معايا فلوس للكلام ده كله، مش معايا فلوس ان انا احل مشاكل بيتي. طب ما انت لو ما حلتش مشاكل بيتك هتدفع فلوس قد كده في الطلاق، ما انت فاكر انك انت هتطلع ترند بسبب الكلمه دي. أنا. بتقول روحوا لاستشاري اسري، هتلاقي دلوقتي بيقول انت عارف الاستشاري الاسري بكام؟ لا ولا يعني انت معاك فلوس تدفع في كل التفاهات. الاستشاري الاسري بياخد 700 جنيه في 900 جنيه و700 مين جنيه ده؟ 300 جنيه و200 جنيه والله في حاجات تحت السلم. لا والله، بس هتحلوا مشكلتكم، يا اما تشوفوا راجل حكيم في العيله عندك او عندها وتقعدوا تتكلموا معاه وهو يفصل ما بينكم ويعرفكم الصح من الغلط، لان برضو معظم العلاقات في البدايه بتكون فيها اختلافات لان العقول بتبقى مش متشابهه بصراحه. في نهايه الحلقه هنسيب سؤال للجمهور كل الناس تجاوب عليه في الكومنتات، ايه النصيحه اللي ممكن تقدمها لشخص علشان البيت يبقى جنه؟ كل الناس تجاوب في الكومنتات علشان كل الناس تستفاد من اجاباتكم، ولو عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتات عشان هنقراها كلها وهنطلعها معانا ان شاء الله في الحلقه الجايه. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حلقاتنا الجديده، وانتظروا موسم رمضان، هيكون موسم قوي جدا جدا ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتوصلوا الفيديو ده ل50,000 لايك، وانتظرونا في حلقات تانية جايه كتير. انتظرونا في حلقة جاية من أسرار بيوت مستورة. السلام عليكم.